كواليس كابتن حسن حمدي وانا جاي لي رساله بس واحتفاليه. من الاستاذ ابراهيم مرزوق ان المهندس عادل القيعي حضر، هو الاستاذ ابراهيم مليس. يبقى كلامك ايا صح. كان انا دلوقتي عندي واقعتين مثبتتين يا كابتن خالد. اولا كان في طب انت عايز حفله ايه يعني؟ الاكثر تتويجا، بيفسر بيها حفله الاكثر تتويجا للنادي الاهلي اكثر الانديه تتويجا على مستوى القارات كلها. النادي الاهلي عزم ممثلا كابتن في حسن المهندس محمود طاهر ومجلسه، عزموا كل المجلس السابق، لم يحضر احد. صح صح عندك حق. تمام، ودي كانت حفله رسميه ولها صفه رسميه. هنا في الموقف ده كون المهندس محمود طاهر والناس اللي معاه ما حضرتش، ده حقهم، ده حفل تكريم ودي. ده رقم واحد. رقم اتنين، طب قبل رقم واحد انت قلت رقم واحد، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا كابتن. هو ليه اتعمل حفله حسن حمدي؟ ما انا عشان كده بقول لك دي حفله وديه. مين اللي عملها؟ مين اللي عملها بقى؟ طارق قنديل. مش طارق قنديل، اللي تكفل بالحفله المهندس صفوان ثابت او الاستاذ صفوان ثابت والاستاذ جمال الجرحي. هم اللي تكفلوا بحفله تكريم كابتن حسن حمدي. اعتقد جمال الجرحي اللي هو بتاع الحديد كان ابنه داخل في انتخابات مع ابراهيم معلم. تمام خلاص، ما كلها انتخابات ايه؟ ده انت بتتكلم على القصه الاولانيه. فكره ان انت داخل الانتخابات، مين داخل الانتخابات او مش مين داخل الانتخابات، الموضوع بيعاني من صراع فظيع جدا في جبهه الكابتن محمود الخطيب. في ناس كتيره جدا كابتن محمود الخطيب راح امبارح طبعا. في مشكلات قويه جدا ما بين الكابتن حسن حمدي والخطيب على الاسماء التي ستتم الاستقرار عليها، خالد الدرندلي وخالد مرتجي. والمفاجاه اللي ممكن تحصل ولغايه دلوقتي الموضوع مش اكيد، ان بسبب هذه المشكلات ممكن تلاقي خالد المرتجي وخالد الدرندلي في قائمه المهندس محمود طاهر نفسه في الانتخابات الجايه. لا ما اعتقدش. انا بقول لك المعلومات هو بقى ضد محمود طاهر. ده رقم واحد. محمود طاهر ما بينساش اللي وقف جنبه وقت الشده. مين اللي كان ضد محمود طاهر؟ بعد فتره بقوا ضده خلاص يا عم. لا يا كابتن خالد، والله العظيم خالد مرتجي وخالد الدرندلي كانوا معاه في الانتخابات. انا بقول لك ونجحوا بعد كده بقوا ضده. ماشي. في اسماء كبيره جدا ومرموقه في البلد ممكن تكون في قائمه المهندس محمود طاهر. عايز اقول لك ده مين زي مين مثلا؟ لسه بس دي في اسماء ثانيه. ما انا لسه انا مش متاكد من المعلومه عشان انت قلت مرموقه. لا طبعا يبقى عارفهم. مرموقه لسه بيتفاوضوا معاهم. زي مين؟ في اسماء بقول لك اسماء على مستوى السياسي في مصر كمان واعضاء في النادي الاهلي. تمام. الجزء الثالث احنا كنا اتكلمنا عن موضوع الصوره اللي احنا اتكلمنا عنها. انا تواصلت مع بعض الاطراف، اتاكدوا لي ان وائل رياض ما كانش يقصد شادي محمد ولا شادي محمد يقصد وائل رياض، وان الموضوع ما كانش بهذه التيمه يعني. امال بيقصد مين؟ يعني بيقصدوا الناس اللي شيرت الخبر وطيرته بهذا النص. تعالى يقصد. تعالى نسمع بس. الناس اللي بتسمعنا مش فاهمه اللي انت بتقوله. ما يقصدوش. ايه اللي حصل؟ الصوره كانت عباره عن ايه؟ الصوره كان فيها الكابتن وائل رياض مع 4 من نجوم النادي الاهلي: شريف اكرامي، عماد متعب، حسام غالي، عبد الله السعيد، وصحبه الاستاذ طارق قنديل اللي هو كان مرشح لمنصب امين الصندوق على جبهه ابراهيم المعلم. تمام. كابتن شادي محمد طلع على الهواء في الاهلي قال ايه؟ اتكلم عن فكره التعامل مع لاعيبه كره القدم في الانتخابات، وان ده مش يعني اكد ان الصوره دي صوره انتخابيه. هو ما اتكلمش عن الصوره، هو كان بيتكلم على ايه؟ بيتكلم عن ان في ناس بتتكلم عن لعيبه الكوره وانها بتحاول تستقطب لعيبه الكوره بشكل ما او باخر في الانتخابات. طيب وائل رياض بقى رد قال ايه؟ وائل رياض قال ان بعض ضعاف النفوس قالوا ان احنا بنمهد الانتخاب او محاباه الاستاذ طارق قنديل، وان دي عزومه عشان الانتخابات، مع اننا دايما الراجل بيعزمنا ونقعد معاه بصرف النظر عن الانتخابات، واحنا ما تعودناش في النادي الاهلي ان احنا نكون في طرف في الانتخابات خالص. تمام. وعلى فكره انا يعني كلام وائل رياض كلام محترم على فكره. يعني هو لازم يعني حق في حته ان انا ابعد اللعيبه عن فكره الانتخابات، لكن فكره ان انا اتعشى مع حد دي عادي يعني. ما قالش العشاء، هو بيتكلم الاستقطاب. لا هو يقصد ليه العشاء دلوقتي وليه الصوره تنزل. بس المعلومه بقى اللي انت قلتها لي من فتره ان حسام غالي بيفكر جديه هي ده الربط بقى دخول انتخابات النادي هذا هو الربط. لو بطل كوره ده حقيقي. وهو اصلا قال يعني الموسم الجاي مش مؤكد ان هو يلعب قوي يعني، بس هو في النهايه ان كابتن حسام غالي هينزل مع مين؟ لا كابتن حسام غالي بيفكر ينزل، لو هينزل مع جابت كابتن محمود الخطيب طبعا، مش هينزل مع جابت المهندس محمود طاهر، لان دي وجهه نظر يعني لعيبه الكوره كابتن خالد بشكل عام متعاطفين مع الكابتن الخطيب، بدليل ان كابتن وليد صلاح الدين لما دخل معانا هنا وانت يعني بطريقتك زنقته قال لك وقت الجد انا هبقى مع الكابتن خطيب مش كابتن محمود طاهر، قالها ضمنيا يعني. طيب مين ده؟ عايز
الاستاذ كابتن وليد صلاح الدين. طيب عايز اقول حاجه بس مهمه. المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي راحوا اللي هو الاحتفاليه بتاعت كابتن حسن حمدي، وعلاقتهم بالكابتن حسن حمدي كبيره جدا. تمام. لا نشك في ذلك. وابراهيم منيسي سنوات طويله كرئيس للمجله مع الكابتن حسن حمدي، والمهندس عادل القيعي مدير تسويق وكده سنوات طويله. تمام. وجودهم ده هيبني نوع من الحساسيه ما بينهم وما بين المجلس الحالي برئاسه محمود طاهر ولا لا؟ طب انا هقول لك على مفاجاه. من حوالي شهر او اسبوعين 3 مانويل جوزيه ظهر في قناه الاهلي. تمام. مش كده؟ مع الكابتن شادي محمد اعتقد. تمام. مش مانويل جوزيه مرتبط بحساسيه شديده جدا مع المهندس محمود طاهر، وكان وصل الموضوع اللي بينهم ان هو وصل لدرجه انه طلع مع اسعاد يونس ولبس دقن وقال لك عمل نفسه كبير وقعد يتريق على فكره ان المجلس مش عايز يتعاقد معاه. طب تمام. معنى كده ان فكره ظهور مانويل جوزيه في قناه الاهلي يبقى ده ضد مهندس محمود طاهر، او ان هو مش مسيطر على القناه او كده؟ ما انا بقول لك يعني انت شايف ان عاديه؟ عادي طبعا. انا لا هو مجلس اداره عنده شفافيه، يعني ما عندوش مشكله، مش معقد. لا 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 معلش بقى، مع احترامي انتوا بقى عمالين تقفلموا انتوا الاثنين على بعض. لا افلم، انا بقول لك ان لا افلامه طبعا. بس يا كابتن خالد، هو انا لازم عشان انا داخل انتخابات اكون بشتم باللي قبليه؟ يا باشا اسمعني يا باشا، سيوف ويحاربوا بعض. اسمعني حضرتك يا باشا حضرتك مش من بدايه قلت ان هم عزموهم في الاكثر تتويجا فكل المجلس القديم ما جاش؟ وامبارح كابتن حسن حمدي محسوب على النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وان احنا كلنا اصدقاء والنادي الاهلي فوق الجميع. اما يجي انا اعزمك وكمجلس اداره انا اعمل اجتماع اقول ما فيش ولا واحد من مجلس الاداره هيروح للكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب وفي تكريم كابتن حسن، وفعلا ولا واحد من النادي الاهلي موجود دلوقتي يروح. هتقول لي ما فيش انتخابات؟ لا في انتخابات. هتقول لي ما يعملش حساسيه؟ لا في حساسيه. اما محمود طاهر ومجلس ادارته ما يروحش وعدل القيعي وابراهيم منيسي يروحوا يبقى كده محمود طاهر هيزعل من الاخر يعني. طب قول لي حللها لي واحده. انا بتكلم دلوقتي عن ابراهيم منيسي وعدل القيعي. الناس دعوا للحفله وحضروا، هذا شأنهم وده امر يخصهم. مش معنى ان انا شغال في قناه الاهلي انا لازم اكون مع سين او صاد. لا انت قلت ده مش شغل انتخابات او ما فيهاش حاجه. لا انا بقول مش هتعمل حساسيه يعني. انا بقول لك لا مش هتعمل حساسيه، لان هم معروف ان الناس دي بتشتغل بشكل معين، وكان برنامجهم كان موجود قبل المهندس محمود طاهر واشتغل في عهد المهندس محمود طاهر، يعني اشتغل في عهد حسن حمدي واشتغل في عهد المهندس محمود طاهر. بصرف النظر انا عايز اقول لك على حاجات ثانيه اهم. ابراهيم منيسي راجل ناقد، عايز اقول لك على حاجات اهم بس انت اقسم بالله فكره ان التكريم يتعمل بره النادي الاهلي ده امر يجب اعاده النظر فيه ولم يكن صحيح. فكره ان قناه الاهلي تقاطع هذا الحفل برضو امر لم يكن صحيح. كان لازم ان الحفل ده يذاع على قناه الاهلي او يسجل ويذاع على قناه الاهلي بشكل ما او باخر، وان هو يقام جوه النادي الاهلي. يعني انت بتكرم مين؟ بتكرم رئيس النادي الاهلي على ايه؟ على انجازاته مع مين؟ مع النادي الاهلي. المفروض كده. بس اكيد المهندس عادل القيعي وابراهيم منيسي عملوا تقرير اكيد. مستر احمد السؤال بس، هو ليه التكريم دلوقتي؟ سؤال بس. لا ما هو ما هو لسه واخد طب ما خدها خلاص. في الموضوع من حوالي بقى اتاجل بسبب الاحداث اللي كانت موجوده، وبعد كده احداث ايه؟ كان في احداث سياسيه موجوده وبعد كده اتاجل الموضوع. طيب نقفل القصه دي والحكايه دي، لكن هو في النهايه انا بقولها لكم قولا واحدا، شغل انتخابات بدا. طبعا شغل الانتخابات بدا في النادي الاهلي.